بتواجه صعوبة في البيزنس بتاعك وسط المنافسة الشديدة. عايز أقولك إنك مش لوحدك. في عالم الأعمال في الحقيقة المنافسة بتكون من أكبر أسباب الضغط، ولكن برضه هي بتكون من أكبر فرص التميز والابتكار. وأنا النهاردة هقولك على بعض الخطوات اللي لو عملتها تقدر تتغلب على المنافسة بذكاء وفعالية. أول حاجة، لازم تدرس منافسينك وتكون فاهمهم بالظبط، لأن أي منافس بيكون فيه ثغرة وراه. فحاول تشوف الثغرات والفجوات اللي موجودة في السوق وتملاها أنت، وما تخافش تكون مختلف أو مميز، العب دايما على الاختلاف. تاني حاجة، حاول تقدم المنتج الأفضل كجودة، لأن العميل دايما بيدور على الجودة الأعلى. فمهما كنت في منافسة جديدة، لو أنت بتقدم الأفضل تأكد إن في ناس كتير هتختارك. تالت حاجة، اهتم بخدمة العملاء، لأن العميل الراضي هو مفتاح نجاحك. والعميل اللي بيحس بالتقدير والاهتمام بيتكون عنده ارتباط بالعلامة التجارية بتاعتك وبيحب يشتري من عندك أكتر من مرة. رابع حاجة، استخدم السوشيال ميديا بشكل قوي. يعني حاول تبني علاقات قوية مع عملائك على السوشيال ميديا، وتقدم لهم محتوى مفيد وممتع يربطهم دايما بيك. وتابع البيج بتاعتنا عشان تعرف أكتر إزاي تنمي البيزنس بتاعك وتتغلب على المنافسة دايما بثقة واستراتيجية.